معلش يا عم حافظ، انا ما كانش قصدي على اللي حصل النهارده، هي جت كده. قصدك مش قصدك، هتتضرب يعني هتتضرب. والله يا عم حافظ ما قادر اتضرب خالص، مسطول ومصدع ومش هقدر اتضرب، وكمان هيبقى شكلي وحش لو بوظت فرح اخويا زكروطه. يرضيك الناس تقول ايه؟ بعد اذنك معلش، انا هجيبه لحد عندك بعد ما يفوق ويبقى كويس كده، تضربه زي ما انت عايز. انا اصلا مش جاي اضربه، انا لو جاي اضرب هطحن على طول، مش هقف اتكلم معاك. انا جاي اعمل اتفاق، لو رفضته هتموت والفرح هيبوظ وناس كتير هتتعور. امورنا يا عم حافظ. بكره تيجي الساحه في نفس الميعاد اللي جيت فيه النهارده، عشان ماتش العوده لازم اخد طاري في نفس المكان. ماشي يا عم حافظ اللي تشوفه، بس بلاش بكره الله يخليك لحسن جسمي مدغدغ. خليها بس ايه فتره كده اشم نفسي واتعالج واجيلك على طول. اديني معاك. الاسبوع الجاي الساعه 5. هو فرح اختك؟ انت مال امك، انت مال امك بتحدد ميعاد ليه؟ انا شايف ان ده ميعاد مناسب يكون جسمك فك وتتضرب عادي. ماشي اتفقنا، يلا يا رجاله. مع السلامه. مع السلامه.